بيبدأ فيلمنا مع ولد اسمه أوريون اللي بيكون متجه لبنت بيحبها واللي بيكون اسمها سالي، لكن في لحظة بيغير اتجاهه لأنه خايف إنه يتعرض للرفض، ونتيجة ده كل أصحابه بيتريقوا عليه. للأسف صديقنا أوريون ما بيخافش من سالي بس، لكنه ما بيتكلمش مع أي بنت بشكل عام، ده غير إن عنده العديد من المخاوف. علشان كده مسؤول في المدرسة قال له لازم توثق كل المخاوف بتاعتك في ورقة. علشان كده بقى معاه كراسة رسم واللي بيدون فيها كل حاجة هو بيخاف منها أو بيتعرض ليها، واللي كان أولها هو شطاف الحمام واللي بيخاف ان هو ممكن ينفجر في اي وقت ويغرق المدرسة كلها، وزي انه بيخاف يجاوب على الاسئلة اللي المدرسة بتسألها في المدرسة وبيكون خايف يجاوب غلط وكل اصحابه يتنمروا عليه. علشان كده بيتبع استراتيجية مميزة، دايما المدرسة بتخلي الاطفال اللي ما بيرفعوش ايديهم هم اللي يجاوبوا، علشان كده بيرفع ايديه زي باقي التلاميذ لكنه بيخبي وشه ورا التلاميذ علشان المدرسة ما تلاحظوش. أوريون طالب ذكي جدا وبيكون عارف الاجابات كلها لكنه بيخاف يجاوب غلط، فكل اصحابه يتريقوا عليه. وبرضه عنده مخاوف من التليفون علشان الترددات والموجات اللي بتطلع منه ممكن تصيبه بالسرطان، وبيخاف من المهرجين ومن لدغات البعوض وانه يقع من على ناطحة سحاب، وبرضه بيخاف ان هو يكون مسؤول عن خسارة الفريق بتاعه، وبيخاف برضه من غرفة تبديل الملابس علشان اصحابه المتنمرين، خصوصا الولد اللي اسمه ريتشي اللي بيكون اسوأ متنمر في المدرسة بتاعته، واللي كان أوريون دايما نفسه يواجهه لكنه بيخاف ان هو يتعرض للكمة منه واللي ممكن توديه المستشفى. المدرسة بتعرض عليهم وجود رحلة لكن أوريون بيخاف ان هو يكون معاهم وبيخاف يركب معاهم الباص لانه خايف ان هو ممكن يولع بيهم في اي لحظة. وهو طالع من المدرسة بيحصل له حاجة ما كانش متوقعها ابدا، بيقابل سالي واللي بتطلب منه انها تقعد معاه وهم رايحين الرحلة مع بعض، لكنه ما بيقدرش يقول كلمة واحدة لانه طبعا خايف. المشكلة مع أوريون إن هو دايما مركز على الجانب السلبي بس. بنروح للصفحة رقم 17 اللي موجودة في السكتش بتاع أوريون، واللي بنعرف فيها إن هو بيكون خايف إن هو يروح في يوم ويلاقي بابا ومامته مش موجودين في البيت. أوريون بيقابل بابا ومامته واللي بيكتشفوا إن هو خايف إن هو يروح الرحلة مع الأطفال، لكنهم بينصحوا إن هو يروح معاهم على الرغم من إن هو خايف، لكنهم بينصحوه بإن هو ما يسمحش للخوف إن هو يعيق طريقه أو يخلي أي حد تاني يعيش الحياة اللي هو نفسه يعيشها. بابا بيعرفه إن هو لو كان فضل خايف ما كانش هيقابل مامته ولا كان يتجوزها. بيجي الليل أوريون بيكون قاعد مع بابا ومامته وبيتفرج على رسم كرتون واللي بيتريق عليه لأنه غير واقعي، لأنه شايف حاجات قابلة لإعادة التدوير واللي بيكون ليه عينين وبق وبيتكلموا زي الأشخاص العاديين. فجأة بيفكر في الأشخاص إيه اللي بيحصل لهم لما بيموتوا وبيرجعوا للحياة، على طول بيصيبوا خوف وبيقول مفيش حل للهروب من الموت، وبيسأل نفسه إيه اللي بيحصل بعد الموت، هل هو مجرد ظلام بس؟ وده بيقودنا لأكتر حاجة أوريون بيخاف منها وهي الضلمة. الخوف ده خلى والديه مش عارفين يناموا طول الليل بسبب صرخات أوريون. أوريون محظوظ جدا إن ليه أب وأم لطيفين جدا ومتفاهمين لمخاوفه، ووفقا لرغبته بيسيبوا الأوضة بتاعته مفتوحة علشان يدخل لها النور من بره، لكنها كانت ليلة سيئة جدا لأن كان فيها صواعق واللي خلت النور يروح ويجي، وده خلاه يخاف أكتر. أوريون بيقوم يقف على سريره وبيحاول يتحدى مخاوفه، لكن ده بيوصله لأسوأ كابوس ليه. على طول بيظهر كيان مظلم واللي بيعرف على نفسه وبيكون اسمه الدارك، واللي بيقول له ان ما بين كل الاطفال اللي بتخاف منه أوريون هو اكتر واحد صوته عالي واكتر واحد بيشمئز منه، وبيعرف ان هو عمره ما طلب ان هو يكون كيان خارق للطبيعة او يكون شيء الناس بتخاف منه، لكنه مجرد راجل عادي وبيحاول يعمل وظيفته ان هو يوصل الضلمة بعد النور. وان شيء محزن جدا ان الكل بيخافوا منه وبيكرهوه وكمان بيعتقد ان هو شرير، وده بيجرح مشاعره جدا. أوريون بيتفهم اللي هو حاسس بيه لان هو برضه المتنمرين بيضايقوه على طول وبيقول ان هو بيتمنى ان هو ما يخافش تاني. على طول دارك بيحاول يساعده وبيديله فكرة علشان يدال كل مخاوفه. دارك بيقترح على أوريون ان هو يمشي معاه علشان يقضي معاه الليل وهو بيوريه وظيفته لحد ما يثبت له ان مفيش اي حاجة في الدنيا بتخوف، ووقتها هيعرف يقدر جمال الليل بدل ما هو بيشعر بالخوف واليأس منه. في البداية أوريون بيرفض، لكن لما بيراجع شريط حياته بيشوف كل المخاوف بتاعته على طول بيتشجع وبيقرر ان هو يحط حد لكل المخاوف دي. على طول دارك بياخدوه لسحابة وفجأة الشاشة بتقف كلها، وبنكتشف ان دي مجرد قصة وان أوريون وهو كبير بيحكيها لبنته الصغيرة علشان يشجعها ازاي تتمكن ان هي ما تخافش من اي حاجة. بنرجع للقصة تاني واللي دارك بيوري فيها أوريون جمال الليل في المدينة. فجأة أوريون بيقع من على دارك، لكن دارك بيلحقه في اخر لحظة، ووقتها أوريون بيكون خايف جدا وبيطلب من دارك ان هو يرجع للبيت
دارك بيعرفه ان هو واقع معاه لمدة 24 ساعة، وبعدها بيشرح لأوريون ان وظيفته هي اكتر اهمية، لان من غير الليل اي كائنات ليلية تانية مش هتقدر تعمل اي مهام ليها. أوريون بيعرف ان في كائنات ليلية تانية زي دارك بياخده علشان يوروهم له وبيعرفوا عليهم، واللي بيكونوا اسمهم سليب وكوايت والسانيا والنويزز، واكتر شخص مهم فيهم هو سويت دريمز، وده اللي بيسبب لنا الاحلام السعيدة. طبعا بيكونوا مش مبسوطين ان هم شافوا أوريون، واللي هم كمان بيشتكوا منه لانه على طول بيصرخ طول الليل. على طول الكائنات دي بتعترض على دارك وان هو ازاي جاب أوريون ولو ما كانش ينفع ان هو يجيبهم المكان ده، وان ده ممكن يخلي نسيج الكون يتغير بشكل دائم وانه ما يقدروش يصلحوه بعدين. لكن دارك بيحاول يقنعهم ان هم يسيبوه معاهم لمدة 24 ساعة علشان يوقف المخاوف بتاعته وصراخه طول الليل. بعدها بيسيبوه بيروحوا يأدوا مهمتهم. دارك بياخد أوريون وبيوريه وظيفة الكائنات التانية، واولهم سليب اللي بيساعد الناس تنام طول الليل، وبيوريه وظيفة الأرق اللي بيتمثل في إن هو بيهمس للناس بأشياء تقلقهم وبتخليهم يصحوا من النوم. واللي بعده هو كوايت، واللي لولاها الليل عمره ما يكون هادي. بعدها بيروح لنويز اللي بيعمل دوشة علشان يخوف الأطفال في الليل. بعدها أفضل كيان بينهم واللي بيكون اسمه سويت دريمز. دارك بياخد أوريون جوه دماغ شخص عشوائي نايم علشان يوريه وظيفة سويت دريمز، واللي بيكون وظيفتها إن هي تفحص بشكل طبيعي كل رغبات الناس وبتحولها لحلم جميل علشان يستمتعوا بيه في وقت نومهم. لكن أوريون بيفسد الحلم ده بأفكاره السلبية. ساعتها بتتعصب سويت دريمز وبتروح تحذر دارك بأن هو ما يجيبش أوريون معاه تاني. أوريون مكتئب جدا لأنه على الرغم من الجهود بتاعته ما قدرش يتغلب على أي مخاوف ليه، لكنه بيكتشف حاجة، هو ما عادش خايف من الضلمة بعد كده، وده بيخليه متحمس جدا. بعدها بيقضوا الليل مع بعض وبيتفرجوا على سينما. ومش ده بس، أوريون بيروح علشان يساعد باقي الكائنات في الوظائف بتاعتهم. لكن فجأة دارك بيحس بالحزن لما بيشوف طفل بيعيط ما بين دراعات ماما لأنه خايف من الضلمة. أوريون بيحاول يخلي دارك كويس ويحس بتحسن، وعلى طول بيشكره إن هو وراله حاجات كتير ما كانش يعرفها. وبيكتشف إن دارك هو كمان وراه حاجة بيخاف منها، وهي إن كل الناس يكونوا على حق، وإن هو شخص مكروه، وإن هو كيان وحش. بعدها البريك بيخلص وكل الكائنات بتروح ترجع للعمل بتاعها، وفجأة لايت بيظهر وده عدو دارك. واضح ان أوريون بيحب لايت لانه بيحسسه بالامان. لايت بيتريق على دارك، واضح ان هو شخص مغرور جدا، وبيشرح هو ازاي بيجيب السطوع والامان للعالم كله. بعدها بيلفوا مع بعض. بنكتشف ان أوريون لسه خايف من الضلمه لانه بيرفض انه ينضم ليهم في اوضه مظلمه، وفي الوقت اللي الكائنات بتشجعه بيقعد يشرح لهم عن ميزه النهار والحاجات الكويسه فيه زي اصوات الطيور والاطفال اللي بيلعبوا اثناء النهار والالوان الجميله اللي بيقدروا يشوفوها اثناء النهار، وبيشرح لهم مثال عن ميزة الضوء باستخدام نار مشتعلة. وفجأة الكائنات بتبدأ تحب النهار. دارك بيطلع من الأوضة وبيسمع باقي الكائنات وهي بتقول إن دارك هو سبب المشكلة دي. أوريون شايف إن دارك شخص كويس، لكن طول ما هو معاهم مش هيخليهم يستمتعوا أبدا بالحاجات الكويسة. دارك بيسمع كل الكلام ده. بعدها أوريون بيعتذر لدارك وإن هو ما كانش قصده إن هو يأذيه. بعدها بيعمل اجتماع لكل الكائنات وبيدعوهم إن هم يبعدوا عن المشاعر السلبية تجاه دارك، لكن ده بيخلي كائنات الليل كلها عايزة تجرب النهار أكتر لأنها عايزة تشوف قد إيه جمال الخضرة والأعشاب واختلاف الألوان بالنهار. بعدها كل الكائنات بتبدأ ترمي اللوم على دارك وبتبدأ تكرهه لأنه بيمنعهم إن هم يشوفوا جمال النهار، وكلهم بيسيبوا الوظائف الليلية بتاعتهم علشان يحصلوا على وظائف بالنهار، وبيسيبوا دارك لوحده. دارك بيحس بالاكتئاب لأن مفيش أي حد بيحبه ودلوقتي هيبقى وحيد للأبد، لكنه بيقرر إن هو يحط حد للبؤس بتاعه وبيروح يقعد على جبل بعيد وبيستنى النهار يجي. أوريون بيقول له انت ما ينفعش تفضل قاعد كده لان لو النهار جه انت كده هتموت. الضوء بيقرب وبيشوف دارك من بعيد وبيحذره ان هو لازم يبعد. أوريون بيترجى دارك ان هو يبعد بسرعة لكنه بيرفض، وللأسف دارك بيموت بمجرد ما بيوصل النور. أوريون بيحس بالحزن لان كل ده كان بسببه. بعدها بتظهر بنت في سنه واللي بيكون اسمها هيسيا وبتقول ان هي تقدر تساعده من غير الليل، وبتشرح له ان من غير دارك الناس مش هتقدر تنام، كل الناس هيصيبهم الجنون. بعدها بتقوله ان هي قدامها فكرة كويسة وان هما لازم يروحوا للكائنات الليلية كلها ويقنعوهم لان هيحصل كارثة كبيرة، والحل هو في القصيدة اللي هي كتبتها واللي بتتكلم على ان دارك مشي وان كل الناس بدأوا يفتقدوه، وده خلى العالم غير متزن والعالم بقى صاخب جدا واناني، وكل الناس بقت بتتخانق مع بعض لان هما مش قادرين يرتاحوا، والناس كلها بقت تعبانة من الضغط الناتج عن الشمس. بعدها كل الكائنات بتتجمع وبتروح عند أوريون وبيفكروا في طريقة يرجعوا بيها الدارك
دارك للعالم. البنت بتأكد ان دارك مش ميت لكنه حي وهو عايش في الذاكرة بتاعت اوريون. هو الشخص الوحيد اللي يقدر يطلع دارك من تاني من خلال ان هو يوصل له في ذكرياته. كل الكائنات اللي حواليه بتجتهد علشان تخلي اوريون ينام. اول ما بينام دارك بيصحى وبيكون متحمس جدا. بيفرح دارك ان اوريون رجع علشانه، لكن الفرحة ما بتدومش. لما بيظهر ثقب اسود وبيبدأ في امتصاص دارك، على طول الكائنات بتربط اوريون وبترميه في الثقب ده علشان يقدر يسحب دارك لبره. على طول بيحاولوا جاهدين علشان اوريون ما يموتش هو كمان. بيحاولوا يصحوه لكن محدش بيقدر يصحيه. على طول بينزل الهدوء وبيهمس في ودن اوريون وبيفكروا بالرحلة الميدانية اللي هو هيفوتها. على طول اوريون بيقوم فجأة وفجأة دارك بيطلع من ودنه، وعلى طول الليل بيرجع تاني للعالم وبتبدأ تظهر النجوم من تاني وكل الكائنات الجميلة الليلية بتبدأ تظهر من تاني. كل الناس سعيدة برؤية دارك بما في ذلك الكيان المضيء هو كمان. وده بيرجعنا لمقولة اننا عمرنا ما هنعرف قيمة الحاجة الا بعد ما نفتقدها. اوريون بيشكر دارك على انه ساعده في التغلب على معظم مخاوفه، لكن بدل ده دارك هو اللي بيشكره ان هو وراه الطريقة اللي يقدر يقيم بيها نفسه ويظهر له ان هو مش شخص مكروه ولا حاجة. وبرغم ان اوريون خايف ان هو يروح رحلته الميدانية الا انه عايز يروح علشان يتغلب على مخاوفه. بيطلع اوريون مع هايبيسيا اللي بيعرف ان هي بنته من المستقبل وانها جت علشان تساعده، لكن بنكتشف مشكلة تانية ان هايبيسيا مش عارفة ترجع لبيتها في المستقبل. بعدها اوريون بيفكر في طريقة علشان يساعدها. على طول بيظهر ضوء اخضر وده بيكون شخص اسمه تيو واللي بيقول ان هو يقدر يساعدها عن طريق استخدام آلة الزمن الخاصة بيه، لكن هو جاي يرجعها. بيطلق عديد من الوحوش الزمنية متعددة الابعاد علشان كده لازم يوقفهم قبل ما يتكاثروا ويدمروا التاريخ. بعدها هايبيسيا وتيكو بيطلعوا علشان يدمروا الوحوش دي واخيرا بيقدروا يوصلوا لآلة الزمن. بعدها بنروح المستقبل بعد 20 سنة لما بنشوف اوريون وهو واقف مستني بنته، وبنكتشف ان تيو هو ابن هايبيسيا من المستقبل برضه. وفي المستقبل ده بيكون اوريون راجل عجوز، وبنكتشف ان هو اتجوز وخلف وبقى عنده حفيد كمان، وبيكون اتجوز سالي اللي كان بيخاف يكلمها في بداية الفيديو. ما تنسوش تقولوا لنا مخاوفكم وايه اكتر حاجة بتخافوا منها في الكومنتات، ويا رب يكون الملخص عجبكم. ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك علشان يوصل لكم كل جديد، وكل عام وانتم بخير.